رياض محرز المغربية تغضب الجزائريين بهذا التصريح. رياض محرز المغربية قالت: الجزائر غادي توصل للنهائي وغادي تدي الكأس بالدعاء ديال الأمهات الجزائريات. فأما عن بلدي المنظم المغرب فهو أفضل بلد عربي وإفريقي شافته عيني. سمعوا شنو قال وليد الركراكي بعد مباراة زامبيا. أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي عقب الفوز على زامبيا ب3 أهداف أن مستوى الأسود في تصاعد مستمر، واصفا المباراة بالممتازة، وأوضح أن الفريق ضغط بقوة على الخصم، مؤكدا على ضرورة دعم الجماهير للمنتخب. اسمع شنو قال كيليان بابي على المنتخب المغربي. أشاد النجم الفرنسي كيليان بابي بالمستوى المتقدم للمنتخب المغربي، مؤكدا أنه تجاوز مرحلة المفاجأة وأصبح فريقا عالميا، معتبرا المغرب مثالا مشرفا للكرة العربية والإفريقية. أشرف حكيمي ما عجبوش التصرف اللي داروا الجمهور بعد نهاية المباراة. وجه أشرف حكيمي رسالة مباشرة للجماهير المغربية داعيا إلى ضرورة دعم المنتخب بدلا من صافرات الاستهجان، مؤكدا أن الجمهور عنصر أساسي في النجاح، ومشيرا إلى أن الجماهير الفرنسية لا تتعامل مع نجومها بهذه الطريقة. المغاربة كيطالبوا رئيس الجامعة الملكية السي فوزي القجاع بإقالة وليد الركراكي وتعويضه بالمدرب طارق السكيتيوي، مؤكدين على أن طارق السكيتيوي هو من يستطيع التتويج باللقب الإفريقي في المغرب. اسمع شنو قال كيليان بابي على المنتخب المغربي. أشاد النجم الفرنسي كيليان بابي بالمستوى المتقدم للمنتخب المغربي، مؤكدا أنه تجاوز مرحلة المفاجأة وأصبح فريقا عالميا، معتبرا المغرب مثالا مشرفا للكرة العربية والإفريقية.